السلام عليكم. فيديو سريع ومهم جدا 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 لأي حد بيبني، أو سواء كان بقى البنى ده فيلته شقته بيته، بيعمل استكمال لحاجة، بيعلي دور، بيبني مصنع، أي منشآت. الفيديو ده مهم جدا، يا ريت يا جماعة نركز فيه، لأنه ملايين ملايين بتترمي في الأرض. طيب الموقف كان ايه؟ ان انا كنت معدي وانا في احد المواقع، بالصدفه لقيت حد بيبني المنزل الخاص بيه او الفيلا اللي خاصه بيه، وبالصدفه لقيت مقاول كان اشتغل معايا زمان في ترميمات، كان سقف وقع وكده، وكنا احنا بنعمله ترميمات وكده. بس نزلت سلمت عليه وقال لي اتفضل يا باشمهندس اتفرج على الشغل. قلت له بلاش حاج عادل، والراجل اصر يعني. دخلنا ونزلنا ونشوفنا الشغل كده من بعيد من غير ما ننزل، يعني ببص عليه كده. فوجئت بكارثة، ان الراجل الطيب عامل قواعد مشتركة، وعامل التسليح بتاعها حرف يو فقط، عاملها حرف يو فقط من غير تسليح علوي، عامل تسليح سفلي فقط. خلاص. وطبعا الكلام ده خطأ، خطأ كبير، ما ينفعش. هو اتعامل مع القواعد المشتركة كأنها قاعدة منفصلة، وطبعا هو مش فيش اي احترام لاتجاه الفرش والغطاء، عشان احنا بس بنتكلم اصلا في اساسيات. فطبعا هم الفنيين والمهندسين فاهمين قصدي، ان مفيش اي شغل مفيش اي مبادئ للشغل اللي هو كان شغال بيه، او اي معايير حتى. فطبعا ارجو من الملاك، والله الكلام ده يطبق في التشطيبات برضو، نفس الكلام اللي في الخرسانات يطبق في التشطيبات. ارجو الملاك يجيبوا مهندسين. حضرتك دافع في شويه القواعد دي اكتر من 400,000 جنيه النهارده، هتجيب مهندس بكام؟ بكام؟ هياخد منك كام؟ ال 400,000 دول لو جبت مهندس، لو خد منك اي رقم اتفقت معاه عليه، صدقني هيكون اوفر لك بكتير جدا من الشغل اللي باظ. الشغل اللي ب 400,000 جنيه دول، انا عايز اقول لك يعني تصليح الشغل ده بارقام خياليه، يعني هتدفع فلوس كتير قوي. طب ليه؟ ليه ما مهندس فاهم شاطر هيقف لك في المكان 3 4 ايام، هيسلمك القواعد دي وهي مظبوطه وزي الفل. فيا جماعه نفس الكلام في التشطيبات برضو. ارجو بلاش. احنا بندفع فلوس كتير قوي، والاشراف بتاع المهندس مش هو ده هيكون الرقم المزعج بالنسبه لك، صدقني، لان عدم وجوده بيسبب كوارث اكبر بكتير. بالمناسبه انا بلغت المقاول، قلت له انت عندك مشكله في 1 2 3، دي امانه يقتضيها ضمير المهنه ان انا اقولها لك. خلاص. وطبعا المالك ما كانش موجود، وحتى لو كان موجود ما كانش هينفع باي حال من الاحوال ان انا كنت اتكلم قدامه، لان في الاخر انا كنت بتكلم كلامي كله مع المقاول. فقلت له بما يرضي الله يا عم عادل، المشكله فيها 1 2 3. خلاص. فطبعا عم عادل بقى يشوف الفيديو دلوقتي وما اعرفش يعني هو عمل اللي انا قلت عليه ولا لا. فيا جماعه توعيه ورجاء، اي مهندس تثق فيه ويكون شاطر وعنده ضمير ويكون فاهم، ان شاء الله باذن الله مش هيكلفك كتير. معظم المهندسين بياخدوا من 15 ل 25%، صدقني ايا كان الرقم اللي هياخده فهو اوفر بكتير جدا من عدم وجوده، بسبب الكوارث اللي هتكون موجوده سواء كان في الخرسانات او كان في التشطيبات. يومكم جميل، وارجو اكون اتكلمت في نقطه مهمه وما اكونش طولت عليكم. شكرا جزيلا.